السلام عليكم. مصر وغانا كنا بنلعب بجده. جده كان في الاتحاد الاسكندري، كان في نادي الاتحاد في اسكندريه. نزل كسبنا. بسيطه اهي، مش محتاجين حد من ليفربول. خدنا 7 افريقيا. كانش في حد فينا بيلعب في ليفربول، كانش في حد في المنتخب بيلعب في ليفربول. الكلام ده انا بقول كلام غلط؟ طيب، محمد صلاح على راسنا من فوق، قد الدنيا، اسطوره ليفربول، اسطوره الدوري كله. يعني هو اسطوره في انجلترا، مش هنا يا جماعه، مش في مصر. هو مش في مصر، هو اسطوره مش في مصر يا جماعه. هنعمل ايه طيب؟ يعني هنلعبه بالعافيه؟ مش واكل معانا 120 مليون بيضة عليه، بيجي هنا زي يعني وحش. وحش يا جماعه، صراحه مع المنتخب وحش. لو قران ما توقع يا عم. كرة اهي بسيطة، اهي كرة بسيطة. لعيب وحش بيطلع، لعيب حلو بينزل. مصطفى فتحي نزل، صراحة بيلعب على الود مع المنتخب. ما عملش اللي مصطفى فتحي عمله في شويتين ثلاثة. يا جماعة هو بيعرف يلعب كورة، لعيب كورة، بيعرف يستلم ويرقص ويروح ويجي ويتحرك. مش معانا، حظه وحش في الدنيا وحظنا وحش معاه. هنعمل ايه؟ نمشيه؟ نقعد بقى احنا بروقان كده نعمل خطة من غيره، نشوف هنكسب ازاي. احنا واخدين 7 افريقيا من غير حد كان بيلعب في ليفربول. النني ورقة وقلم واتكلم معاه بالعقل. اتكلم معاه بالعقل. ليه النني بيلعب اساسي؟ انا عايز افهم حاجة. طب ليه النني يلعب اساسي؟ ليه طيب؟ بسيطة اهي، قول لي ليه النني يلعب اساسي؟ انت نفسك مش عارف. 100 مليون مصري بمحللينها بتوع القهوه، بتوع امي لو اتكلمت معاك تقول لك النني ما ينفعش يلعب في منتخب مصر. وحش يا جماعه، النني وحش. ارسنال الله يسهله ويسهل لنا. ليفربول الله يسهله ويسهل لنا. احنا مع عمرنا ما كسبنا عشان خاطر حد بيلعب في ليفربول. كنا بنكسب بجده. الدوري المصري كان عندنا عمرو زيدان. كان عندنا زيدان اللي هو مرموش، يعني هو زيدان الجيل ده مرموش. الرجوله تريزيجيه، تلعب برجوله تريزيجيه، حسني عبد رب، احمد حسن، محمد شوقي، الناس دي كانت بتنزل تلعب، تلعب كوره، تلعب بقلبها. انما انت دلوقتي هتجيب هتجيب النني، ولا بيقطع كوره، ولا بيقطع صح، ولا بيبص صح، ولا بيشوط، ولا بيبني هجمه. النني ده في نص الملعب، ولا بيقطع ولا بيشوط ولا بيباصي ولا بيبني هجمه ولا بيعمل اي حاجه. انا يعني انا كمدرب بلعبه ليه؟ عشان ارسنال؟ يا عم يتكل على فرقته يا عم. وحش وحش يا جماعه، وحش. محمد النني وحش. محمد صلاح وحش. اصابته دي بيلعب 700 ماتش مع ليفربول، 100 مليون بيدعوا له. يعني احنا بنحبه في ليفربول، يعني المصريين كلهم بيحبوا صلاح في ليفربول. خلاص، هنا لحد هنا وشكرا. على راسنا يا عم، على راسنا خلاص. ما تجيش شكرا، والله شكرا. يعني انت اكتر مصلحه تعملها مع المنتخب تعتزل الدوري انت والنني. مش تقليلا منك يا عم، احنا ناس ما ربنا مش كاتب لنا الخير غير في ولاد بلدنا اللي عايشين معانا، اللي حاسين بينا. التالت اتلتيكو غير حاسين بينا. هنعمل ايه طيب؟ خلاص، اتعلم بقى، ارجع شويه كده. مدرب وطني بيفهم اللعيبه وفاهم الدماغ دي اللي بتاكل فول دي بتمشي ازاي. فاهم اللعيب بيبقى نازل عارف ان هو هيعمل ايه. ما اصل ما فيهاش، انا نازل انا امكانياتي 60%، بروحي هعلى 20، هعلى 30، هعلى، هوصل للناس دي. الناس دي بدني حلو وانا بقى بروحي برضه ما عندهمش روح بتاعتك. هتعمل ايه بقى؟ خلاص يا جماعه، نلعب بالله عليكم بالناس اللي مننا، بالناس اللي بتحس بينا. يعني محمد صلاح ده بحس ان هو ما بيلعبش غير على فلوس. احنا مش عايزين نفضل نتكلم عليه كتير، بس بجد هو وحش. يعني هو اتصاب احنا بقى لينا يعني خرج. احنا كمنتخب، الله يخرب بيتك يا جريزمان، احنا كمنتخب برنس. بقينا منتخب بنلعب كرة وبنروح وبنيجي وبنعمل هجمة وبنضغط وبنعمل كل حاجة. هو بقى معانا هيلاني بقى، هيلاني بقى نلعب على صلاح، وصلاح ياخد الكرة تعمله لحد ما يجيله إصابة ونستريح كلنا ونبدأ نلعب كورة. شكرا. مصر هتكسب كده كده ان شاء الله. الراس الاخضر يعني هنكسب الراس الاخضر طبيعي جدا من غير محمد صلاح. والله هنلعب من غير محمد صلاح هنكسب. صح كده؟ جمجمه في الملعب. نسيتونا بس احنا مش ناسيينكم.